أخبار الجزائر والعالم من قناة أخبار اليوم. تحية طيبة ومرحبا بك. يمر المغرب بظروف اقتصادية صعبة بسبب التكاليف الباهظة للحرب في الصحراء الغربية، وما تخلفه من خسائر مادية وبشرية بشكل يومي يستنزف الجيش الملكي المغربي وخزينة الدولة المغربية التي سجلت ديونها في السنوات الثلاثة الأخيرة أرقاما قياسية وفق وكالة الأنباء الصحراوية المستقلة الأربعاء. النظام المغربي ومن خلال الصحافة الفرنسية وبعض الكتاب المحسوبين عليه بدأ يستنجد بالدول الأوروبية لوقف الحرب في الصحراء الغربية، وهذه المرة عبر مقال جماعي بصحيفة لوموند تحت عنوان الصحراء الغربية حل النزاع يجب أن ينظر إليه الآن في إطار مؤتمر دولي. دعت مجموعة ممن وصفتهم المجلة بالأكاديميين بمبادرة من خديجة محسن فينان وجان بير سيريني الدول الأوروبية إلى الانخراط بشكل أكبر في منع تدهور الصراع إلى حرب تقليدية في المنطقة.